اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله احداث متفرقه. النهارده يا جماعه انا معاكم في امر بجد، يعني انا اتكلمت فيه كتير مره وتكرار مساله حاجتين مهمين قوي قوي قوي. الحاجه الاولى رفضي التام ليها، التام، وطبعا مش عشان انا بقول ان انا ارفض، لا طبعا، لان اتعودتوا مني الحمد لله. يمكن اللي تابعني قبل كده او لسه بيتابعني الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، مفيش اي شيء في الدنيا بالذات في التقييمات لاي حدث امر شيء في لاعب مدرب ايا كان الا لما بيكون عن ادله واثباتات وحقائق وبراهين ومنطق وكل حاجه. اثبتت كتير جدا 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 قبل كده عن الامر ده، اللي هو جوائز اللاعبين الفرديه ايا كان، سواء في على الاطار المحلي في البلد بتاعته والدوريات بتاعته او البطولات بتاعته، او على الاطار قاري او العالمي، ما يسمى جوائز ذا بيست او ايا كان مسماها، او الافضل او ايا كان. بلا جدال جوائز دي بترسخ جدا 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 مسألة الغبن والضيق والنوع من الإحساس التباعد في غرفة اللبس. بلا جدال بلا جدال النفس البشرية فتش عنها. لعبة جماعية يا فندم، أساسها الجماعية، أساسها التكاتف، أساسها إنكار الذات. دي حاجات مسلمات ما فيهاش جدال. لما حضرتك تيجي تلعب في الأمور دي وبشكل من أسوأ ما يمكن لمصلحة شخصية ولأمور خاصة بما يسمى التسويق والترويج، اللي هي أصلا تجارة، وعملت طبعا حلقة خرافية مذهلة كاملة. طبعا الكلام ده كان فيه من 10 سنين كاملة، لكن دي حلقة بقى مجمعة، راجعوها. أبسط مثال اللي مش قادر مثلا يوصل لمقاطع اللي موجودة طول 10 سنين، طبعا الوحيد أحمد ربنا واشكر فضله وما زلت يعني. تمام. فبكل بساطة حضرتك الجوائز دي كارثة بكل معاني الكلمة. رقم واحد على في إطار الفريق نفسه أو المنشأة نفسها أو المنتخب أو أيا كان مسمى الفريق. رقم اتنين إن هي أصلا ضد تماما مبدأ الرياضة الجماعية من أصله بلا جدال. رياضة جماعية معناها جماعة. حد يقول لي لا، طب ما الجماعة بيكون ليها قائد، بيكون ليها مثلا حد بيقود البتاع. ايوه يا فندم، الكلام ده بيكون باختيار المجموعة، بحاجة اشبه بالانتخابات. تمام. وبتكون لأحداث معينة أو بتكون لظروف معينة، لكن بشكل عام أنت بتتكلم في رياضة جماعية. أصلا القائد بتاعها مش في الملعب، القائد بتاعها بيكون برا الملعب، اللي هو المدرب، أو أيا كان بقى. إذا كان في النواحي الإدارية بيكون الإداري، اللي هو ما يسمى مدير كرة في البلاد العربية، أو برا بيبقى مثلا مش عارف مدير مش عارف إيه، أيا كان مسميات عشان ما تلخبطوش. لكن لو بنتكلم يبقى فيه هنا بوزيشنز معروفة، لكن جوه الملعب بيكون في كابتن المباراة. ودي على كلامي انه بيتغير، وارد جدا يتغير لاسباب، او وارد جدا يتغير لعدم وجود الكابتن الرئيسي، فبما معناه انه وليه صلاحيات محدده للغايه، محدده جدا. كويس. اللي هي ما تديش حته اللي هو ما بين الفرق اللاعبين وحته الغبن او الضيق نهائيا. كويس. طيب لكن لما تيجي حضرتك تلاقي فريق جماعي، في الاول وفي الاخر اللي بيفوز فريق سين على فريق صاد، او منتخب سين على منتخب صاد، وتفاجأ لا ده سكسي جماهيري وتشجيع وشهرة. كمان البلوى السوداء والخراب اللي بقينا فيه بتاع ما يسمى السوشيال زفت، برضو نفس الكلام. وسهل جدا ان انت بص تعمل فيه اي حاجة، سهل جدا ان انت تجيب مجموعة مأجورة وتنجم وتطلع وتعلي وتنزل غيرك وهكذا. كل حاجة في الدنيا بص تتوقعها ممكن تلاقوها في المساوئ والبلاوي السوداء. كويس. ما احنا كل ما الحداثة بتكتر كل ما البلاوي بتزيد، كل ما الخراب بيزيد. سبحانك يا رب، مش العكس. زائد تيجي حضرتك كمان تلاقي لا ده بيجي له اعلانات اكتر، وانا لا قاعد ده بيجي له بص ده في الحظوه والمكانه في النادي، ده كله بيطلب وده وكله يعني هيموت عليه. ماشي. ده عند التجديد يا سلام، ده بيتحايلوا عليه محايله وانا ما حدش بيكلمني. ماشي. ده بعد كده حضرتك تلاقي بره الملعب كمان الناس كلها بتتكلم عليه والناس كلها مش عارف ايه. ماشي. ده البرامج التلفزيونيه ومش عارف ايه كله بيخطب وده. ماشي. بص على تراكمات حاجات يا جماعة توصل لمرحلة انفجار بكل معاني الكلمة. وفي الاخر تيجي تقول لي حضرتك في الاخر نتيجة فريق مش لاعب اسمه فريق كذا، دي لعبة جماعية المرة 5 مليون. قلت لما يكون في حد اميز من حد يبقى ليه بعض الحظوة نسبية بطريقة مقننة وصحيحة، ممكن جدا تكتفي بالجانب المالي، انما لازم تساوي الكل.
في الامور الاخرى، لازم تساوي في المعامله، لازم تساوي في المكانه، لازم تساوي ده جوه النادي، لازم تساوي بعد كده بره النادي في إن ازاي الجماهير بقدر الامكان تتعامل مع الكل سواسيه. ده المفروض والطبيعي. كويس. حتى في الستور يا جماعه، انت بتلاحظ في الستورز بالذات بره النجم الفلاني يتوزع له مثلا، يتباع له مليون تي شيرت، مليون مش عارف ايه، لاعب تاني 10,000 ولا 5,000. حد يقول لي يعني النادي ما يكسبش؟ ما هو نرجع لنفس اللفه تاني، تجاره وبلاويها. دخلت التجارة وسعت الهوة والغبن والضيق والطبقية وبين اللاعبين وبعضهم والقرف تمام. ادي مثل بسيط في اوضه اللبس يا جماعة. بسبب التجارة بتضطر حضرتك عشان تحافظ على اللاعب اللي بيكسبك، خد 10 والنبي، مش موافق طب خد 20، لا طب خد 30، طب خد 50، طب خد 80، واللي يعني ترس في الماكينة انت خد 5 يلا اخرك، هو ما تاخدهم ما تاخدهمش بالسلام مثلا. يا ده يوصلك لايه؟ يوصلك لايه؟ فيعني وخلوا بالكم ان المكان اللي ما فيهوش عدل ربنا ابدا ما بيكرموش ابدا. خلوا بالكم لو نتكلم بقى من الجانب الديني، وطبعا ده الاساس في اي حاجه في الدنيا، لكن لازم ما بقاش موجود في الرياضه والكوره. لكن لنفرض حتى هم بس فالحين الاكلاشيهات، يعني نازلين نقرا الفاتحه، نقف مع بعض مش عارف نعمل ايه، ونقعد ندعي، نجيب اجوان، نقعد نسجد. لكن تعالى بقى في ان احنا نغلف اي حاجه في الدنيا بالجانب الديني الصحيح والاخلاق الدينيه. مش كان في الجانب الديني البحت، كان في الاخلاق الدينيه. ما هو الدين اخلاق في الاساس. غلف ده كده ما تلاقوش موجود. تلاقي اللاعب اللي كان لسه بيسجد دلوقتي بيعمل بلاوي الدنيا بره وجوه النادي كمان، وما بيحترمش حد، والفلوس دي بالنسبه له هي الاول والاخر، ما عندوش مشكله. ما بيحسبهاش بطريقه اني انا على الاقل حتى الدين مقنن لي ومحدد لي ان انا اكسب ايه عشان ربنا يبارك لي فيه، على قد مجهودي ليا مكسب قد كده متحدد. يبقى على اساس ايه بتطلب كذا ولا كذا ولا كذا اذا كان اصلا دينيا ده شرع؟ يا جماعه فاكرين زمان، هفكركم بموقف في السعوديه كان مشهور جدا. لاعب اللي هو ياسر قحطاني على ما اتذكر، لما اتنقل من نادي مش فاكر نادي ايه، نادي الهلال كان نادي، انا فاكر الموقف ده والله، كان من نادي من انديه الوسط اتنقل لنادي الهلال السعودي. وكان وقتها البدايات بقى الانفتاح على على ما يسمى مش عارف اقول ايه والله، العك اللي بيجرى في الدوري السعودي والمبالغ الغريبه دي. فكان بدا الهلال القصه دي، جاب ياسر قحطاني، دفع له مبلغ وقتها كان فلكي، يعني حاجه مش طبيعيه. على طول الشيوخ والمفتي اعتقد كمان طلعوا عملوا قلبوا الدنيا هناك. يعني ايه اللي بيتعمل ده سفه، ده حاجه ضد الدين، ده حاجه مش طبيعيه، كذا كذا كذا. انا بدي مثل، لكن بعد كده استمر، يعني ما علينا. لكن انا بتكلم انه يا جماعه ده حتى دي نفسه مقنن لك ومنظم لك الامور. مجهودك على قد المكسب، او مكسبك على قد مجهودك، على قد الشيء اللي بتعمله. المفروض لا تقلل ولا تزود، لانك هتكون لا تستحق، بتاخد حاجه مش من حقك، حاجه بالبادي كده حرام. ماشي. المهم فارجع بقى حضرتك ليه الالقاب البساطه عشان نبسط الامر. حضرتك داخل، يعني ادي مثل سي محمد صلاح امبارح كالعاده احسن لاعب في الدوري الانجليزي، ماشي طيب، وهداف الدوري الانجليزي. حد يقول لي طيب انت ممكن تتكلم في احسن لاعب، دي فيها كلام، طب ما تتكلمش بقى في الهدافه، هي دي ارقام. هقول له لا يا فندم حتى دي اتكلم فيها، انا مش بتكلم، انا مش بتاع لبلب، مش بتاع مكلمه اعلاميه، انا بتاع ادله واثباتات وبراهين وحقائق. يا سيدي الفاضل، ده اسمه هداف صح؟ تمام. اول حاجه لو فرضنا خلاص هي لابد من مسابقات الاقل ما يقال عليها، يعني لها ما تنفعش اصلا في لعبه جماعيه، لكن اوكي اسمها جوائز، مش مسابقات، مش عارف اللي بدخل مسابقات في الجوائز. المهم يعني لابد منها يبقى تتعمل صح، تتعمل بشكل عادل. ولو اتعمل بشكل عادل هتعمل فروق رهيبه، هتوريك حاجه عمرك ما كنت تتخيلها. ايه العادل ده ببساطه يا فندم؟ حضرتك بتقولي الهداف، طيب الهداف ده اهدافه جابها ازاي؟ محدش بيسأل، هو كله بيقولك عدد الاهداف. اول نقطه لو هنتكلم كاعداد، لازم حضرتك تشيل البند بتاع ضربات الجزاء.
ده اساسي. ليه؟ لان اولا ضربات الجزاء مختلفه حضرتك، ما ينفعش حضرتك تبقى انت حتى تلاحظ حتى انه حاطط لك دايما في كل الاحصائيات، بتلاحظ انه حاطط لك الاهداف في خانه والاهداف المحرزه من ضربات جزاء في خانه. حلو. الاهداف اللي في خانه كاتب لك 20 مثلا، يعني الضربات ومن ضربات جزاء كاتب لك مثلا 8 9 ايا كان. يعني معنى كده انت نفسك معترف ان دي غير دي. فالعجيب في الامر انك بتضيفها ازاي يعني يا ريتك حتى بتضيفها كمعيار تاني، يعني 20 وفي لاعب تاني 20، وبعدين انت بتشوف مين اللي احرز اكتر في ضربات الجزاء. مع العلم ان دي برضه فيها كلام، خلي بالك، لكن اوكي. وهقول لك ليه فيها كلام. لان ببساطه حضرتك ضربات الجزاء هنا انت حضرتك بتلعب فريق جاله 20 ضربة جزاء في الموسم، فريق تاني جاله 6 8. طيب انا ذنبي انا كمهاجم، انا ذنبي ان ضربات الجزاء اللي جت فريقي قليله؟ انا ذنبي ان احنا فريق جماعي ممكن يكون مثلا جبنا 80 هدف والفريق التاني جاب 80 هدف، هو منهم جاله 20 ضربة جزاء وانا منهم جالي 8 او 10، بس احنا فريق جماعي، فانا لما جبت 20 هدف والتاني جاب 20 هدف جايبينهم من غير ضربات جزاء، بس احنا فريق جماعي ففي لاعبين كتير بيحرزوا اهداف. التاني فريق فردي معتمد اكتر على اللاعب بتاعه، جاب 20 هدف وجاب 10 ضربات جزاء مثلا منهم من 20، فبقى 30 وسايبين له كل ضربات الجزاء هو اللي يلعبها، وفريق تاني لا، متقسمه الحكايه. يعني الامر يا جماعه مش بايد اللاعب. فابسط حاجه ضربه الجزاء ما تنفعش انها تتقاس لسبب، لان ضربه الجزاء حضرتك بتبقى فيها اريحيه وسهوله في احراز الهدف اكتر من الاهداف العاديه. طبعا في اهداف كتير جدا جدا عاديه بتحرز اسهل من ضربه الجزاء، بس انا بتكلم عامه. ما لسه هاجي للنقطه دي. يعني بقى اول معيار حضرتك نعمل كده، بص نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى كده. ده الصح اللي المفروض يتعمل، وشرحته مليار مره قبل كده واشرحه تاني وتالت، يا رب التكرار يعلم الايه، يعلم الشطار. تعالى رقم 1، اول حاجه الليست عندي س جايب 20 هدف، وصاد جايب 19 هدف، وميم جايب 18. وهنا ده كذا ضربة جزاء، ده هنا كذا ضربة جزاء، هنا كذا ضربة جزاء. أول حاجة مش هبص لضربات الجزاء، اركن ضربات الجزاء على جنب خالص، كويس. وضربات الجزاء هنا خد بالك إن هي إن أخدت بيها مش هاخد بيها كعدد طبيعي، لا، هقول لك هيحصل ايه. المهم تعالى الأول حاجة حضرتك، تعالى للأهداف العادية 20 19 18. أول حد هيبص يقول لك خلاص أنت استبعدت ضربة جزاء يا سيدي، خلاص يبقى هو صاحبنا ده اللي ياخد بتاع 20. اقول لك لا طبعا مش شرط. ده بقى يخش دخلنا على المعيار رقم 2 بعد استبعاد ضربات الجزاء على جنب مؤقتا دلوقتي. تعالى حضرتك المعيار رقم 2، المعيار رقم 2 يا فندم ده بيلعب فين، ده بيلعب فين، ده بيلعب فين. هتقول لي ايه ده تفرق؟ طبعا تفرق. وده اللي يجيبنا معيار رقم 3. معيار رقم 3 الفريق الاول، وطبعا ده سهل دلوقتي بيتعمل احصائيات بسهوله. يعني الفريق الاول اللي هو هدي مثلا عشان ما تلخبطوش، نقول ليفربول، نيوكاسل، هدي امثله كمان بالاسامي، محمد صلاح، واللاعب اللي هو السويدي، اللاعب مميز جدا الكسندر ايزاك، تمام. اكتشاف المداوي، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضل اللاعب ده من كان لسه حاجه صغننه كده مفيش، واكتشاف المداوي قلت اللاعب ده انتظروه هيبقى حاجه مميزه جدا. ورقم 3 قول مثلا ندي مثل ايرلينج هالاند، ماشي. هنحط الثلاثه دول تحت بعض، جميل. ليفربول، نيوكاسل، مانشستر سيتي، جميل جدا. طيب هنيجي حضرتك في نهايه الموسم، نيوكاسل تعالى يا ليفربول انتوا كان في كام هجمه وطبعا ده سهل يتقاس لان طبعا كل مباراه انت بتقيس، ده كل مباراه بقيس في كام هجمه راحت لمحمد صلاح، في كام هجمه وصلت لمحمد صلاح اللي هو رقم 1 ده، تمام. ادي معيار. تعالى بعد كده نفس الكلام الكسندر ايزاك، نفس الكلام بالنسبه لي ايرلينج هالاند. طيب تخش على المعيار اللي بعده، الهجمات اللي وصلت لمحمد صلاح او الكرات اللي وصلت لمحمد صلاح وضعها كان ايه؟ وضعها يعني كان ايه؟ يعني بمعنى كان قربها ايه للمرمى، يعني قربها ايه للمرمى، تمام. وضع الكرة ايه للمرمى، النقطه دي كمان مهمه جدا. ان حضرتك يعني الكرات اللي جات لحضرتك احرزت منها اهداف، درجه صعوبتها، انت احرزت الهدف من مكان عامل ازاي،
هل هي مجرد متابعة؟ هل هي كرة ضالة كده وخلاص؟ هل هي مثلا لا بذكاء؟ هل هي لا؟ ونفرق ما بين أهداف من داخل منطقة الجزاء، وده معيار آخر رقم 4 أو 5، الأهداف اللي من بره منطقة الجزاء والأهداف اللي من جوه منطقة الجزاء. تمام. طيب يبقى هنا تاني قلنا في معيارين. المعيار الأول عدد الهجمات اللي بتجيلك، بما معناه أنت جبت من كام كرة جاية لك، مش هقول فرص، كام كرة جاية لحضرتك في مناطق اللي تسمح لك بإحراز الأهداف. مش شرط تبقى جوه منطقة الجزاء، لا حتى من بره بنعمل زي يعني عند جزئية كده معينة، نقول من أول هنا، من بعد بره منطقه الجزاء بجزئيه معينه، مش هحرق قوي التفاصيل، لكن جزئيه معينه، ونقول هي دي المناطق اللي وارده جدا يحرز منها اهداف مباشره. تمام. من اول هنا حضرتك جات لك كام كوره، ابدا احاسبك على ده، وما سويش ابدا واحد طول الموسم جات له 100 كوره، واحد جات له 200، وده جايب 20 هدف وده جايب 20 هدف. فهمتوا يا جماعه؟ وصلت لكم؟ وصلت؟ طيب تعالى رقم معيار اخر، المساعدين حواليك. انت حضرتك لما تكون في فريق محدود القدرات، وانت اللي بتتعب وبتنزل وبتاخد الكرات وبتبدا تتحرك بيها، والهجمات بتاعتك صعوبتها عن انت قاعد باشا عند بدايه المناطق اللي قلنا عليها مناطق احراز الاهداف، وحضرتك تبص تلاقي قاعد باشا والدنيا كلها بتدي لك كرات. تمام. برضو المعيار ده بيتحط مهم للغايه، كل ده بيبقى نقاط مش اهداف يا فندم. طيب تعالى بعد كده حضرتك ليه صعوبة الهدف اللي احرزته. في لاعب بيحرز هدف برجل ما بيستعملهاش، انت معروف جدا ان انت راجل ايمن فجبته بالشمال، او انت راجل اشول جبته باليمين، ده بيتحط في المعيار. خلوا بالكم برضو انه بيتحط برضو الهدف ايه وضعه، ممكن اكون جبته باليمين لكن كرة ضالة اللي هو كملتها مش اكتر، فده برضو ليه درجة صعوبة بتتحط كذا، لانه جاب بالرجل اللي ما بيستعملهاش، بس درجة صعوبة كانت قليلة. لكن في كرة اخرى حضرتك جايبها من بره منطقة الجزاء، تسديدة جبارة رائعة ومقصودة، مش جاية كده حاجة عشوائية. طيب يبقى ده بيتحضر الصعوبة اعلى بكتير، لان جايبها بالرجل انت ما بتستعملهاش. كمان حتة الكرة خبطت غيرت اتجاهها ولا مباشرة، الهدف اللي احرزته ده هل ساعدك فيه اخر ولا لا، كل ده تمام، كل لازم يتحط يا فندم. كويس. كل دي معايير لازم تتحط، كلها موجودة عندي بالتفصيل، كلها مفصلة كاملة محطوطة عندي. تيجي في الاخر حضرتك تحط نقاط. كمان نقطة أخرى قبل ما يعني بس الأمر ده، حاجة حتة مسألة اللاعب نفسه. أنت حضرتك هل مجهودك في أثناء المباراة، أنت راجل بتنزل تدافع وبتلعب في وسط الملعب وبتنزل تجيب الكرات، لأن فرقتك محدودة القدرات جدا والجودة فيها قليلة عن لاعب آخر. زي ما قلنا كل الدنيا بتهيأله الأمور من أول حارس المرمى لحد اللاعب اللي تحتيه. دي نقطة مهمة جدا كمان لمعيار آخر مهم للغاية. قبل بس ما اجيله، لان النقطه اللي فاتت دي مجهود اللاعب بيفرق، ما جيبش لاعب بيجري وبيتعب وبيهلك وبيلعب في كذا بوزيشن. تمام. ويعني بيطلع بص بيموت في الملعب بلاعب تاني قاعد باشا عند منطقه الجزاء مثلا، او مجهود بيأدي مجهود اقل بكتير، فطبيعي ان هو الهجمات هيكون افضل على الاقل، لان هو مش مجهد بنفس الكيفيه. كويس. تعالى كمان ل حته اضاعه الفرص، النقطه دي مهمه جدا زي ما ذكرت كمان، ان لازم احط له ان انت حضرتك جبت مثلا زي ما قلت من شويه، جبت 20 هدف لكن اضاعت 50، واحد تاني جاب 20 هدف واضاع 10، لا طبعا فرق شاسع. كويس. طيب تعالى كمان لنقطه كمان مهمه جدا، البوزيشن بتاع حضرتك. ما تجيبش حد هو اصلا مركزه المهاجم الصريح وحد بيلعب تحت راس الحربة او بيلعب من منتصف وتساوي ده بده. ده معيار برضو ليه درجات مهمة للغاية، لان انت بعيد كتير عن المرمى، احرازك الاهداف اصعب بكتير، بيحتاج مجهود اكبر بكتير. النقط دي مهمة للغاية. قلت كمان البند بتاع طبيعة الهدف، فيه هدف سهل بتحط له ليفلز، في هدف سهل، هدف مثلا لا متوسط، هدف لا صعب، هدف صعب جدا، وهكذا كله ليه درجات. انا مش فاهم يا جماعه انتوا في ايه ده، ايه ده. فلو قست على المردود ده وعلى النظام ده، اقسم بالله لاعب زي محمد صلاح يتحط في مركز رابع وخامس وسابع وعاشر كمان. اهدافه كلها بسيطه جدا، سهله جدا، ميسره جدا. وبسيطه هنا ما اقصدش بيها ان هو اللي بيبسطها، لا هي بسيطه لان هي زي ما شفنا كده الهدف بتاع امبارح. يعني في اكتر من كده ايه؟ الدنيا كلها بتلعب عشانه من اول ما راح ليفربول. وتاني بكر، وده بيجيبنا بقى للجائزه الاخرى بتاعت افضل لاعب، هاجي لها دلوقتي. المهم
فاللي عايز اوصله لحضراتكم بكل بساطه ان المعايير دي لازم تستوفى قبل ما حضرتك تقول الهداف ومش هداف. ده الطبيعي، لان في ناس كتير جدا جدا حقها للاسف بيهدر بكل معاني الكلمه، وفي ناس جهله، ده هنا بقى الجهل بمعنى الكلمه في اقصى صوره، من اللي بتفخم وتضخم في شيء مش حقيقي نهائيا، وما بيفكرش لحظه يفكر زي ما انا بفكر. وانا ما عملتش ما جبتش الديب من ديله يعني، ولا جبت الحاجه اللي من العدم. انا ما عملتش اختراع يا جماعه، لا، موضوع بديهي وموضوع معروف وموضوع متشاف لاي حد بيفهم كوره، بس انا وضحته ونظمته بالشكل الامثل مش اكتر، عشان العداله بمعنى الكلمه. وبعد كده لو فلان ولا علان ولا ترتان بقى هو الافضل، هرفع له 1000 قبعه، ما عنديش مشكله نهائيا، بس خدها عن عدل، مش عشان الشركه الفلانيه ولا الشركه التسويقيه العلانيه عايزاه. فشيء قميء لاقصى درجه. طيب نيجي كمان الامر بقى التاني، افضل لاعب على اساس ايه افضل؟ نسيت بس اقول نقطه بالنسبه كمان للاهداف. لاعب في اخر 8-10 مباريات في كل البطولات وبالذات في الدوري ما حرزش غير هدف او هدفين حاجه كده وبالعافيه، ومستوى متذبذب جدا، ما كانش ضعيف للغايه كمان، وحاجه وما ساعدش فريقه في اي حاجه اصلا، وفي الاخر يتوج. طيب نفس الامر بقى يقاس على مساله افضل لاعب. حد يقول لي مش، ما هو المفروض انت نفسك قلت قبل كده كتير جدا ما تاخدش بمرحله او بالنهايات فقط، لازم تاخد بالموسم ككل. ايوه يا فندم طبعا، بس هو انت عايز تقول لي ان الموسم ككل فيما يقارب 10 مباريات 8-10 مباريات في الدوري فقط، يعني بتتكلم في حوالي ربع الدوري لاعب بص في الضياع بمعنى الكلمه، عالة على فريقه، حتى في الاهداف ما حرز غير هدفين تقريبا حاجه زي كده، واللي مش عارف اسيست وكان بيبقى والاسيست انا لسه هجيله موضوع الاسيست من ضمن برضه افضل لاعب. تمام، فحضرتك تيجي تقول لي انه يبقى افضل لاعب، يعني انت عايز تقول لي ان كل اللي حواليه الاف اللاعبين الموجودين او مئات اللاعبين الموجودين في الدوري ما فيهمش حد على الاقل حتى مستواه مستمر؟ ازاي يعني بالعقل وبالمنطق؟ يعني نقطه غريبه جدا، يعني من عجب الاعاجيب. يا راجل انا اتحدى ان انت لو جبت مباراه محمد صلاح، خلينا دلوقتي انت بتقول افضل لاعب في انجلترا، يعني معنى كده في الدوري والكاس والكارلينج، هات الثلاث بطولات وهات المباريات اللي لعب فيها، واراهنك واتحدى ان ما طلعتش تذبذبات رهيبه طول المباريات. طيب تعالى بقى لجزئيه الاسيست. نفسي افهم اسيست اللي بيعملها بنفس الكيفيه، نفس ما شرحت كده الاهداف بالظبط. حضرتك ما فيش حاجه اسمها تكتب اسيست وشكرا على كده يا جماعه، ده اقسم بالله ده تزييف للتاريخ، تزييف للتاريخ. تيجي تقول لي ده الافضل في الاسيست وهو بيلعب في فريق بص يا جماعه، ما خليه يعمل كل حاجه، فريق مريحه في كل حاجه، فريق مسهله كل حاجه، او الفرق اللي لعب فيها، ولاعب تاني يا عيني بينحت في الصخر وبينحر بمعنى الكلمه، وبيلعب في فرق محدوده وعامل اداء خرافي وشايل الفرق دي، وفي الاخر يتنسي يترمي في مش عارف، مش لاقي لفظ والله، لكن هم عايزين لاعب المشهور حتى لو اكذوبه. فانا مش فاهم. ففي حاجه اسمها معايير. حضرتك اولا الاسيست انت عامله ده درجه صعوبته، رقم 2 وليه اسس وليه معايير قلتها قبل كده كتير جدا عشان ما اطولش وموجوده كلها بالتفصيل. رقم 2 المسافه مهمة جدا. رقم 3 التوقيت كمان ده مهم جدا، في لاعبين بيفقدوا تماما التركيز اما تكون في مباراة تدخل في مراحل حاسمة. تمام. رقم 4 صعوبة المباراة نفسها. مباراة انت بتلعب ممكن جدا في مباريات بتبقى الدنيا مفتوحة مفيش مشاكل، فريق تاني سايب لك الملعب. مباريات اخرى متكتلة جدا 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 وفيها صعوبات كبيرة في الناحية الدفاعية من الفريق الاخر، فبيبقى هنا الاسيستات صعبة. كويس. حاجات كتير يا جماعة، معايير كلها موجودة عندي ومثبتة ومؤكدة. هل ده بيتعمل؟ لا ما بيتعملش، واحنا في 2025. انا عامل الكلام ده من سنين وكل شويه بطور فيه، ما فيش، ما تلاقيش. ليه؟ عشان البهوات الشركات والمنشآت التسويقيه عايزين فلان. طيب والتجاريه طبعا. تعالى حضرتك افضل بقى لاعب، هو افضل لاعب ده بايه يا فندم؟ افضل لاعب ده بايه؟ العجيب والغريب واللي انا متاكد منه انه بيتاخد الماكس ما بين عدد الاهداف والاسيستات. والله العظيم واثق. هاتولي بتاع الدوري الانجليزي ده، تعالى انت اديت فلان ده ايه افضل لاعب على اساس ايه؟ ما ازاي ده لسه واخد جائزه الهداف، والطبيعي ان الهداف بيبقى مرشح بقوه، فما بالك كمان انه افضل اسيست. طب انتوا عملتوا المعايير اللي احنا قلنا عليها دي؟ وبعد كده يا سيدي لو قلت فعلا ان هو الافضل في الحاجتين انا ارفع لك بص 50 قبعه، لكن انتوا ما عملتوش حاجه من دي. انا واثق، مش واثق ومتاكد اصلا.
وكارثه ان انت تقول دي المعايير بتاعتك وانت في انجلترا، البلد رقم 1 على مستوى الدوريات في العالم. حاجه مسخره يعني. تمام. طيب، فالنقطه دي مهمه. لا حضرتك رقم 1 اللاعب نفس المعايير. هو ده بيلعب فين، واللي بعده بيلعب فين، واللي بعده بيلعب فين. ادي رقم 1. رقم 2 التهيئه الظروف اللي حواليه من اللاعبين، القدرات اللي حواليه عامله ازاي. اللي انت دلوقتي بتقول لي افضل لاعب. افضل لاعب يعني معنى كده افضل لاعب يعني ايه؟ افضل لاعب يعني دلوقتي ده فريق جماعي مش فردي. فريق جماعي يعني تاثيرك في الفريق، درجه تاثيرك في الفريق. تاثير ده ايه؟ حاجتين مهمين جدا، جانب بطولات، والجانب التاني كرة قدم. أدائك، قدرات، إمكانيات كفريق. مش أنت مش تيجي تقولي أنا في وسط الفريق لا، مش المفروض اللاعب المميز المهاري اللي عنده إمكانيات مؤثر في الفريق بتاعه. مش شرط ان يكون الفريق كله مهاري، لا يا سيدي، ممكن تبقى انت حاجه جامده جدا وانت مؤثر زي مارادونا كده في 86. تمام، كان مؤثر للغايه، بس الفريق اللي حواليه مش كراسي يعني، لا في قدرات وامكانيات، هو اثر فيهم. ما كانش اثر فنيا فقط، لا ده اثر حتى كمان في الجرينتا والعزيمه والاصرار. شفنا الفريق كان بيعمل ازاي. ممكن جدا مارادونا ده حاجه فذه في المهاره ما حدش يقدر يجيله، لكن في نفس الوقت هو اثر فيهم فنيا، واثر فيهم من ناحيه سحبهم في حته العزيمه والاصرار والرغبه والقوه وحاجات كتير. ده مهم جدا يا فندم. هو احسن لاعب ده كده وخلاص؟ ثم حضرتك احسن لاعب كمان المفروض في المردود العام. المردود العام بتاعك انت المفروض اخلاق، اللي هو اللعب النظيف، شخصيتك في الملعب، احترامك للمنافس، احترامك لنفسك، احترامك للفريق بتاعك. الحاجات دي كلها لازم تتقاس. ثم زي ما قلنا ادائك بشكل عام في الملعب، اداء قوي بتدي الحته تاثير في الملعب بمعنى الكلمه للفريق بتاعك. امور كتير انا شرحتها بكده بالتفصيل الكامل، شرحتها كتير جدا. افضل لاعب ده يعني تاثيره في الفريق بتاعه، لكن تاني بكرر تاثيره مش تاثير رقمي. الاول بطولات ماشي خلاص اوكي، لكن تاثيره في الفريق نفسه. الاول الفريق بشوفه قدراته ايه وامكانياته، لقيت فريق قوي جدا، فريق اصلا مش محتاج حد ياثر اساسا، هو فريق قوي جدا لوحده، يبقى انت حضرتك تاثيرك هنا بسيط لان اللي حواليك اقوياء جدا. عكس لاعب اخر لا، شخصيته الفنيه والشخصيه نفسها طاغيه على الفريق بتاعه، فعامله تاثير كبير. احسن لاعب دي مش كلام وخلاص، دي جايزه اقوى حتى كمان من جائزه الهداف. انت بتتكلم في احسن لاعب يا جماعه في 20 فريق، كل فريق متوسط 25 لاعب، 500 لاعب، انت الافضل في 500 لاعب. ابقى امرت ايه؟ قست ال 500 لاعب دول، شفت امكانياتهم وقدراتهم وتاثيرهم في فرقهم وتاثيرهم الرقمي وتاثيرهم اللي في الملعب والقدرات اللي طلعوها، وقلنا لازم تكون بي ليفلز، لازم تكون بي ارقام، بي نقاط. ما ساويش واحد في فريق متوسط وعمل تأثيرات جامدة جدا في الفريق ده وحوله مكان تاني خاص لواحد معتاد الفريق بتاعه معتاد دايما يبقى أول أو تاني مثلا يعني، وإمكانياته تسمح بده وقدراته تسمح بده واللاعب اللي حواليه يسمحوا بده. الله، طب ما ده بديهيا يبقى ازاي يبقى أحسن لاعب؟ الظروف واللاعبين المحيطين والإمكانيات اللي عندك وظروف المباريات كمان اللي انت بتقيس عليها والفرق اللي انت بتلعبها، الحاجات دي كلها مهمه للغايه. اللاعبين اللي حواليك اللي بيهيئوا لك الظروف مش عارف المناسبه، كمان عدد الدقائق اللي انت لعبتها والمنافس بتاعك لعب عدد دقائق قد ايه تفرق برضو. كميه الاصابات انت تعرضت لها وكميه الاصابات تعرض لها المنافس. ممكن جدا يبقى منافس قوي جدا ومميز بس للاسف جات له اصابه عطلته لكن رجع اقوى من الاول مثلا، فجيب تاثير قوي جدا، لكن انت على الاقل مستمر عادي بدون اصابات. الحاجات دي بتتحط، الحاجات دي مؤشرات مهمه للغايه. لاعب جاي من اصابه وجاي على اعلى مستوى، لا ده ياخد درجه اعلى لان عنده العزيمه والاصرار والقوه غير لاعب مستمر عادي بدون اصابات، والاصابه مش بايد اللاعب، مش هو السبب فيها. قوه فريقك كمان زي ما ذكرنا، الظروف المحيطه بيك، امكانيات اللي حواليك، امكانيات كمان الفريق اللعيبه اللي حواليك، لعبت في كام بوزيشن، اديت فيهم بقد ايه مثلا. لكن مش لاعب حياته كلها بيلعب في بوزيشن واحد ولا اتنين وتقولي احسن لاعب، ويكون اللاعب التاني اللي معاه بيلعب في 3 و4 و5 بوزيشن وبيقدمهم بشكل من جيد فما فوق.
لا طبعا ده افضل 1000 مرة. لاعب مثابر، لاعب تلاقيه وقت الازمات، لاعب تلاقيه شخصيته طاغية، لاعب تلاقيه مش انهزامي. الحاجات دي كلها موجودة في محمد صلاح على فكرة. انهزامي جدا، شخصيته مش طاغية نهائيا. وقت الهزيمة بتلاقيه بيتوارى كده، مش موجود. لو مش يومه او الاداء مش او من اللي حواليه مش بيساعدوه، تلاقيه بيختفي، ما بيظهرش في المباريات الكبرى والاحداث الكبرى. انا مش فاهم على اساس ايه ده ياخد احسن لاعب. اهدافه كلها من اسهل ما يمكن وميسره للغايه من اللي حواليه. مش عارف يعني، حاجات يا جماعه والله العظيم حاجات كارثيه، حاجات كارثيه بمعنى الكلمه. دي بس حلقه سريعه حبيت اذكرها واذكر تفاصيل. طبعا التفاصيل والاسس كامله موجوده عندي للي حابب. اي مثلا منشأة او اي دوري او غيره يحب يعمل ده، فرق شاسع، هيشوف فرق شاسع بمعنى الكلمة. ابسط شيء يا جماعة ان العدالة بمعنى الكلمة، العدالة. واي شيء بدون عدالة لا يستقيم وعمره ما يستمر، وربنا ابدا ما يباركش فيه نهائيا. والايام هتثبت كلامي وبتثبتها يوم عن التاني. عموما ده كل حاجة، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة باذن الله. وانتظروا مفاجآت مدوية الحلقات القادمة، حاجات جامدة جدا جدا في اميزنج ميديا، واشوفكم على خير.